تيجي على الدنيا وانت بتصرخ وتموت وانت بتصرخ لانه الدنيا كتير صعبة. انت مش جاي على اشي سهل، انت جاي على اشي صعب. اشوف كتير ناس بتنتحر لاسباب تافهة، لسبب انه هي مقتنعة فيه انه انا مش سعيدة في الدنيا. انت مش عارف تسعد حالك. السبب الوحيد للتعاسة في العالم يلي اجمعوا عليه كل الناس يلي هو ضعف العلاقة بينك وبين ربنا. رح تحكي لي في كتير ناس ضعيف العلاقة بينهم وبين ربهم، ما بيصلوا ما بيصوموا ما بيذكروا الله، كافرين، أبصر إيش. هذا الحكي كلياته مزبوط. ربنا ممكن يعطيهم الدنيا بس ما رح يعطيهم الآخرة. أنت أنو بدك الدنيا ولا بدك الآخرة؟ بدك المكان اللي تعيش فيه للأبد وإنت مبسوط، ولا المكان اللي تعيش فيه مؤقت وإنت مبسوط؟ لما تنولد في حبل سري بيكون بينك وبين أمك، حبل أنت أصلا بسببه موجود، بدونه أصلا ما كان عشت. نفس هذا الحبل لازم يكون بينك وبين ربنا في الآخرة بيجي بيحكي لك بدك أموال؟ خد. بدك سعادة؟ خد. بدك مؤسسات، بدك بيوت، بدك أولاد؟ خد. رح يكرمك كرم كتير كبير. شو بدك أحسن من إنك تشوف وجه ربنا؟ لهيك أنا بحكي لك إنه أقوى أنواع السعادة الروحانية، إنك تقتنع فيها من جوا إنه شو ما عملت في الدنيا راحلة. أنت مرجوعك للآخرة مش مرجوعك للدنيا. عيش ووصل لحد معين من السعادة في الدنيا يلي ما تنسيك الآخرة. صدقني هيك أنت رح تقتنع من جوا إنه كل ما تعمل إشي غلط في الدنيا رح تحكي لا، أنا هذا الإشي رح تحاسب عنه في الآخرة. كل ما تيجي تلتهي بإشي في الدنيا رح تفكر فيها إنه لا، هذا الإشي أنا مش مخديته معي. مرات الحياة ما بتسمح لك في التعدي والتجاوز، ما بتسمح لك إنك تتعدى وتتجاوز عن أشياء معينة. في أشياء لازم إنك تعملها، مثل ما بنفع ما تشتري أو تستأجر بيت عشان تعيش فيه لأنه والله أنا مش مخديته معي للآخر. لا 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 لا، هذا الإشي ملزوم إنك أنت تعمله، مش عشان والله أنا مش رح أخده معي للآخر فعشان هيك أنا ما بدي أعمله. في كتير ناس فهمين